السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا حبايبي؟ النهاردة إن شاء الله هتبقى موضوعنا وفكرتنا في الحلقة فكرة مختلفة شوية. آه هي عبارة عن إيه؟ أعمق رحلة في الحياة هي الرحلة جوه نفسك. طبعا كلنا لينا وقفات مع نفسنا، لكن بنحاول على قد ما بنقدر. أحيانا بنعمل نفسنا مش واخدين بالنا، بنعمل نفسنا مش فاهمين، لكن الحقيقة بنبقى فاهمين وعارفين ايه اللي بيدور بالظبط جوانا. هنتكلم النهاردة عن بعض الأمور اللي يمكن احنا بنعدي عليها كده برضو مرور الكرام. كلام بسيط، لكن الموضوع بيبقى الفكرة بسيطة، لكن الكلام بيبقى من جوانا ومن روحنا. الرحلة مش بس سباق، الرحلة نفس طويل وإيمان بنفسك. في البداية الناس اللي مستعجلة توصل وبتنسى تعيش، المقارنات بين اللي بيتسرق منك الهدوء وبتتكسر فيك الثقة. معاني كتير قوي بتضيع منك في وسط الزحمة. معنى الاستمرارية الهادية اللي احنا بنبني عليها روحنا بقوة. ليه النجاح الحقيقي في الثبات مش في الاندفاع؟ وايه الفرق بين انك تجري للهدف وبين انك تكبر وانت رايح للهدف؟ ممكن رحلتك ما تبقاش سباق، لا تبقى رحلة مسيرة لروح. الكلام ده يمكن كلام زي ما قلنا الموضوع بسيط، لكن الموضوع عميق، لكن الكلام بيبقى بسيط. ونبدأ من هنا رحلتنا. بنبدأ نقول مع بعضنا كده ايه اللي بيحصل وايه اللي بيدور في بالنا. الدنيا بتهدى شوية، احنا مش مستعجلين. انت بتبقى مستعجل، عايز توصل لأهدافك بأقصى سرعة وبتنسى في الوقت ده نفسك، وبتنسى قلبك، وبتنسى مشاعرك. لكن النهاردة هنفضفض في 5 دردشة وشوية فضفضة مع قلبنا وعقلنا وروحنا، وهنشوف احساسنا ايه. بنرجع تاني مع بعضنا كده بالمشروب الحلو الجميل بتاعنا وبنتكلم بهدوء. ليه دايما بنحس اننا لازم نلحق حد؟ يمكن مين قال ان لو مش سباق يبقى انت كده متأخر؟ العقل ساعات بيقول زي الطفل كده، بيكون زي الطفل اللي خايف من حاجة فبيجري، ولما بيجري بيتوه وبيضيع، مبقاش عارف الاتجاه اللي يمشي فيه. هكذا احنا لما بكون بنجري بلا هدف، بنجري 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 من غير ما بنفكر، ناخد نفسنا ونلقط نفسنا ونقول احنا بنجري ليه، ايه السبب اللي خلينا بنجري في الحياة بالشكل ده. بيبقى ساعات عقلك محتاج تسمع منه. مش لازم تصدق كل فكرة بيقولها لك، لان احيانا افكارنا بتكون عقلنا بيشطح، بياخد راحته، مش زينا متأيد زي الروح متأيدة في جسد. لكن اسمعها وافهمها وافهم مصدرها. الفكرة دي جات لك ازاي وليه، وهل انت تقدر تطبقها ولا لا؟ هل ده بيبقى احيانا خوف، ولا انت اللي انت بتجري فيه ده خوف، ولا منافسة، ولا صوت المجتمع اللي بيجري من غير ما يعرف رايح فين؟ كله انت شايف كله بيجري 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 بيجري، وانت كمان لقيت نفسك بتجري كمان زيهم. هنا بقى المشكلة. مشكلتك عمرها ما كانت علامة ضعف، لكن الهروب منها هو اللي بيتكسر جواك حاجة حاجة. طول ما انت بتجري بتنسى، وانت بتجري حاجة فيك بتكسر جزء حلو وأصيل فيك، جزء مهم كنت انت محتاج له. الكلام اللي بنقوله ده كلام من الروح، وكلام هنسمعه بأرواحنا. وجسدنا كمان له احتياجات. جسمي محتاج ايه؟ اسأل نفسك كده، هو جسمي محتاج ايه؟ جسمي محتاج النوم، محتاج الأكل، محتاج الحركة، محتاج الطبطبة، محتاج الاحتواء. وكمان في حاجات تانية روحنا محتاجاها: الدعاء، الصمت، الحضن، التأمل، العبادة، السلام اللي روحك ممكن تعيش فيه، مش في توتر ولا في قلق. ربنا ما خلقناش نجري على طول.
مش طول الوقت هيفضل نجري 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 نجري، وفي النهاية بتلاقي كل حاجة فيك حصل فيها ايه؟ تشوك. وده اللي بيحصل حالات كتير قوي، من كتر ما بيجري بينسى الإنسان يغذي ال الأشياء التانية اللي هي الجسد. بتعرف انت تغذيه ازاي، لكن بتغذي عقلك، بتغذي قلبك، بتغذي روحك. ما كل دي أجزاء من تكوينك الإنساني على الأرض، محتاجة ان هي تتغذى زي ما جسمك محتاج ان هو يتغذى. فربنا خلق كل شيء بيحصل بتوقيت معلوم، مش بالجري مش بالجري مش بالجري. انت بتاخد بالاسباب وبتعمل اللي عليك. ربنا خلقك تتنفس وبتكبر، تتولد طفل الاول بتبقى مضغة وعلقة ومضغة وشوية شوية بتخرج من رحم امك بتيجي للحياة، وبرضو طفل رضيع. شوية شوية بتكبر. كل حاجة في الكون بتبدأ صغيرة وبتكبر. هكذا الأحلام والأهداف. عشان نوصل للمسألة دي وللراحة دي، فانت خد كل شيء بهدوء لغاية ما كل شيء يستوي وينضج. ما ينفعش تقطف ثمرة من على الشجرة وهي لسه ما استوتش، هتلاقي طعمها مش حلو ومش هتحبها. المقصود ان انت تقعد مع نفسك كده وحاول شوية صغيرين تسمع عقلك، بس مش تسيبه يسوقك، لا، يعني اعمل كنترول على افكارك. اسمع جسمك، لو في حاجة بتوجعك ده علامة من جسمك ان بيقولك في هنا عيب، في هنا مشكلة. واسمع روحك، عشان لما روحي بتتألم أبقى عارف ازاي اداويها، ازاي اطبطب عليها، ازاي اديها المتنفس الطبيعي اللي من حقها ان هي تسترخي وتستمتع بالهدوء وبالسلام فيه. انت افتكر دايما ان انت مش في سباق، انت في رحلة جوه ذاتك، رحلة فيها وقت بتمشي، وقت بتقف، وقت بتتنفس، وقت بتبتسم. كل دي وقفات لازم انت تبقى واخد بالك منها. عقلك وجسدك وروحك كلهم في وعاء واحد، محتاج يدخل في احيانا في حالة سلام وفي حالة طمأنينة. خلينا اقولك انك لما تعرف روحك هتلاقي ساعات بتبقى اهدى من كل الكلام اللي جواك. اما روحك بتكلمك هتحس بالراحة دي وبالانسجام ده. بتقف في كل مكان بعيد، روحك بتبقى واقفة ومستنية بس ان انت تفتكرها وتقول روحي محتاجة هنا حاجة، روحي بتصرخ وانا اللي كنت اصم مش سامعها. روحك بتحاول دايما تلمح لك، بتقول لك انا محتاجه جسد، محتاجه كذا، محتاجه اشم هواء طبيعي، محتاجه اسمع قرآن، محتاجه اسمع ذكر، محتاجه اسمع موسيقى، محتاجه اشوف اماكن طبيعيه، محتاجه كذا. لكن انت بتبقى مش شايف ده كله، انت مركز على اهدافك الماديه وبتجري بكل قوتك، وكأنك زي ما قلت لك في الاول انت في سباق او عايز تسابق حد او عايز تسابق نفسك، لكن دايما بتجري 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 بدون ما بتقف. عايزه اقول لك على حاجه كمان يا صديقي ويا صديقتي، سمع لنفسك كلمه طيبه. دايما قول لنفسك كلمات ايجابيه، اعمل توكيدات لروحك تحسسها ان هي انتمائها للجسد ده كان نعمة كبيرة انك انت قدرتها وحبيتها واحترمتها، عشان روحك تفضل بنفس النضوج ونفس الشباب مهما الجسد تعرى من الشباب وانطبقت عليه القوانين الأرضية، لكن الروح بتفضل دايما شباب، وانت تقدر فعلا تخلي روحك دايما شابة. ازاي؟ لما تسمعها وهي بتكلمك، لما تسمعها وهي بتقول لك أنا محتاجة أرتاح، محتاجة لحظة هدوء، محتاجة أسمع شوية قرآن، محتاجة أسمع شوية موسيقى، محتاجة شوية تأمل، محتاجة أعمل أشم هوا طبيعي. كل الحاجات دي أنت بتبقى ساعات سامعها ومش واخد بالك. كل شيء في وقته بينضج وبيستوي، زي ما قلنا، زي الثمرة أو زي الوردة لما بتفتح ورقة ورقة، وزي المطر مش فجأة بينزل نقطة نقطة وبعد كده بينهمر. انت كمان سيب خطواتك ونجاحك يمشوا خطوة خطوة. ارحم نفسك. ربنا ما خلقش الروح دي تتعذب بالضغط عليها، ولا الجسد عشان ينهار من كتر الجري، ولا العقل يغرق في القلق والتوتر والخلافات. ربنا خلقك عشان
جواك متسع، جواك مساحة تستوعب الكون كله، لكن اعرف ازاي توظف كل الاشياء دي في اوقاتها. ازاي امتى تتنفس، وامتى تفهم، وامتى تتعلم، وامتى تعيش. تعرف ان انت السلام الداخلي وسلام روحك ده اهم انواع السلام. روحك لو حست بالسلام هتبقى انت كمان شخص نوراني. هتشوف الحاجات من قبل ما تجيلك، هتخطر في بالك افكار عمرها ما كانت هتتخيل ان هي تيجي في بالك لو انت كنت في رحلتك بالطريقة اللي انت ماشي فيها. وفي النهاية عايزة اقول لك على حاجة يا صديقي. سيب روحك تتنفس، وسيب روحك تاخد وقتها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك، يعني في توكيد كده انت تقوله لنفسك: انا مش مستعجل، ربنا ماسك زمامي ومنور لي طريقي، وجوايا مش هينطفي ابدا. سيب الكلام ده يتخلخل جواك ويدخل جواك وروحك تغتسل بيه، وقلبك ومشاعرك تغتسل بيه، لان كل شيء مقدر. لكن اسيب كل شيء لتدبير الله مع الاخذ بالاسباب. كأنك انت بتتكلم وبتقول لنفسك التوكيدات ديت: انا فعلا هنجح، بس هنجح بالطريقة الصحيحة، من غير ما اجي على حاجة من الحاجات دي، من غير ما اجي على قلبي، من غير ما اجي على مشاعري، من غير ما اجي على روحي، من غير ما اجي على عقلي، من غير ما اجي على جسدي. كل حاجة من الحاجات دي هديها حقها وهتاخد وقتها، ومش هسيب الحياة تمشي وتاخدني معاها. دايما خلي وعيك وإحساسك ونيتك جواك، هما اللي بيرتبوا الأمور وبيخليها ماشية في تردد واحد وفي تناغم واحد. هتلاقي اللي جواك متفق مع روحك وجسدك، وكل شيء ماشي بانسجام وبطريقة. انت نفسك هتلاقي نفسك في حالة ذهول، لانك رتبت كل شيء بشكل طبيعي. لما روحك تكون راضية وجسدك وعقلك، هتلاقي سبحان الله كله ماشي كده بانسجام، وكله بيتكلم نفس اللغة، وكله بيترجم نفس المشاعر في نفس الوقت. خليك دايما عارف ان اللي بيدوق الإحساس الحلو الجميل دوت ما بيعرفش يستغنى عنه، ولا بيعرف يكون ماشي لوحده، لأن دايما ربنا بيحطك دايما على الطريق الصحيح، وبيفتح لك أبواب أنت ما كنتش واخد بالك منها. أتمنى لكم إن شاء الله كل الخير، وأتمنى الحلقة إن شاء الله تكون عجبتكم. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جاية. أتمنى لكم كل الخير. نقوم بقى نغسل كوبايات الشاي اللي كنا بنشربها. ما تنسونيش باللايك والشير والدعم، واكتبوا لي في التعليقات ايه المواضيع اللي تحبوا ان احنا نتكلم فيها. اتمنى لكم كل الخير وكل السعادة، واشوفكم على خير في حلقات جاية. سلام يا حبايبي.